اهلا بكم في كرويات كرو. هنعمل فيديو سريع عن اخبار انتقالات الزمالك والصفقات اللي بتقترب والصفقات المرشحه، والزمالك هيجيب منهم 4 أو 5، لكن هنقول اسماء كلهم والمراحل بتاعتهم وكم وثلاث اخبار من الاهلي عشان الدنيا في ازمات في الاهلي حاليا الوقت الحالي. طيب، روبرتو فيرمينو يقال ان هو الزمالك قد ينتقل للزمالك في حاله وجود البديل، والزمالك مش هيدفع فلوس. نادي اهلي جده يتحمل راتبه مده اعاره 6 شهور للاعب روبرتو فيرمينو. شادراك لوكومبي، اللاعب ده بيلعب في نهضة البركان، بيجيب اهداف، وراجل المهاجم بيلعب جناح، جاب 11 هدف هذا الموسم، ولاعب كونغولي، وجروس طلبه بالاسم اللي هو شادراك لوكومبي. في مفاضلة في مركز حراسة المرمى بين عمر صلاح وحمزة علاء، والدفة تميل ناحية عمر صلاح لأن حمزة علاء صعب الأهلي يستغنى عنه بدون مقابل، لأن الزمالك كان عاوز ياخد اللاعب هو صفقة مجانية، لكن أنا أعتقد أن الأهلي بالخبرة بتاعته احترافية مش هيسيب اللاعب ينتقل مجانا. الأقرب في الصفقات الأجنبية في حال توفر في حال رحيل الجزيري والمسلوسي بالإضافة لمكان سامسونج طبعا. زين الدين بالعيد أقرب والمقابل بتاعه مش كبير، فهو يقترب من الزمالك. زين الدين بالعيد. عمرو قلاوة، بعد ما كانت الدنيا صعبة بدأت الدنيا تنفتح وبدأت المفاوضات تبقى فيها تقدم في المقابل المادي مع النادي بتاعه. ويقال شالو ليلي، بس انا اعتقد شالو ليلي يعني المقابل بتاعه كبير، واللاعب عمره 30 سنه، ما اعتقدش ان الصفقه هتتم، لكن من ضمن الاسماء مطروحه على كريستيان جروس. اللاعب اللي بيقترب بشده وفي مفاوضات لتقليل المقابل المادي بتاعه لان هو اللاعب غير حر، عادل بومبينا، ولاعب مميز جناح جزائري، صفقه هايله وهداف ومهاري واهداف، بيصوب من بعيد وبيجيب اهداف قويه. جاب 12 هدف في 11 مباراة، يعني ما شاء الله. ده في مفاوضات في شكل متقدم، وجروس معجب بيه، ولسه بس المقابل المادي اللي هياخده النادي. طارق حامد يقترب بشكل كبير. بالنسبة للأهلي صدمة الخطيب للشناوي، الخطيب قرر ان هو الشناوي لو جاله عرض ينتقل ويرحل، ولو في هيجدد بشروط الأهلي يجدد، مش هيجدد ينتقل ويقترب لأي نادي آخر بسبب الأزمات والمستوى اللي بيأديه وأزمات أوضة اللبس وعدم السيطرة على أوضة اللبس والفوضى اللي حاصلة. ده بالنسبة لمحمد الشناوي، والجمهور غضب عليه والإدارة وكابتن الخطيب وكل الجمهور بسبب الأداء السيء وشروطه إنه ياخد 80% نسبة مشاركة، وإنه ما يبقاش احتياطي لمصطفى شوبير، وإنه عايز 45 أول سنة وتاني سنة 50. كل الشروط دي الأهلي رفضها، فلو وافق هيوافق بشروط النادي الأهلي. أكرم توفيق معروض عليه 170 مليون 3 سنين في نادي الشمال القطري، في حين الأهلي عارض عليه في 3 سنين 65 مليون، فطبعا اقترابه لنادي الشمال القطري أكثر من النادي الأهلي. معلول يعود، هيتم طرح اسمه وتبديله إبداله بدلا من رضا سليم، رغما عن كولر ليكون في القائمة. وكولر أخيرا يقترب من أيامه معدودة في الأهلي بعد سخط الجماهير والإدارة والأداء السيء والتشكيل والتغييرات الخطأ والهزيمة الأخيرة وخسارة كأس التحدي والسوبر الأفريقي، وعدم انسجامه مع الفريق ومشاكل مع الإدارة ومشاكل مع اللعيبة والأزمات. والتصريح الأخير اللي قاله بيعجل بنهايته، بيقول أنا بطلب صفقات، ما حدش بيجيب لي حاجة. واتكلمت مع مدير الكورة وكان في اجتماع مع اللجنة لجنة التخطيط، أنا يعني ما كنتش هحضره لأن أصلا اتكلمت مع مدير الكورة طلبت صفقات ولم تأتي إلي أي صفقات. دي أعتقد أنها نهاية كولر، وغالبا هيكون في كوبري لجوميز، بس يقال حتى الآن جوميز لم يفسخ تعاقده مع نادي الفتح السعودي زي ما قيل أمس، لكن مصح الخبر إنه هو لسه موجود، فممكن يجيبوا جوميز أو حد غيره. دي كانت كل أخبارنا، كان معاكم أمجد كرويات كارو، متنساش نعمل لايك سبسكرايب. تحياتي للجميع، إلى اللقاء، باي باي.